يا ليالي عودي تاني، يا ليالي عودي تاني بالأمجاد وبطولات فريق الغالي والسهر في الدخلات. عمري كله ورا الزمالك، من الميلاد عشنا معاه الذكريات. بحلم نتجمع تاني في التالتة ونغني مع العشاق. زي ما انت يا زمالك، زي ما انت تعشق السيناريوهات وتعشق قلبة البطن وتعشق الدراما وتعشق تعيشني سيناريوهات انا في غنى عنها، النهارده الزمالك لازم يكركب لك بطنك، لازم يحسسك ان في حاجه غلط. الحمد لله الزمالك بيفوز على حرس الحدود وبيجي 3 نقط. 3 نقط من مين؟ 3 نقط من فرقه بتلعب بطريقه دفاعيه ولا ما تكون فرقه طالعه من الدوري الايطالي. هو حرس الحدود ده فعلا في المركز ال 17. حرس الحدود لو بيلعب بالاداء ده والله العظيم 3 ما يخرجش بره التوب 5. فرقه دفاعيه على اعلى مستوى. النهارده هيثم شعبان راس ترسانه خرسانيه في خط الدفاع. اسلام ابو سليمه، اسلام مالديني، اسلام ابو سليمه النهارده هو الواد المدافع الثاني اللي جنبه الافريقي ده عاملين ماتش بتاريخ ثنائيه نيستا ومالديني. ايه يا عم ده يا عم؟ ايه يا عم انا بلاعب مين يا عم؟ ولا الزنفولي زنفولي ولا ايه كاركاسياس الحارس بتاع حرس الحدود النهارده شال واحده. انت مجنون يا ابني؟ انت بجد يعني انا عارف ان الزنفولي عامل موسم كويس ومن اعلى الحراس اللي عامله سيفز ان لم يكن اعلاهم في بطوله الدوري، لكن ايه اللي شالها النهارده؟ شال واحده من قلب الجول. ده بعيدا بقى عن كرات كتير بتتشال من على الخط واللعيبه بتوصل عند ال 18 بتاع حرس الحدود بتفقد القدره على الفهم. النهارده كميه قرارات خاطئه سواء من الجهاز الفني او من اللعيبه، وده اللي هنقوله قدام. مش طبيعيه يا جماعه، مش طبيعي ان انا انزل عقرب الماتش على نفسي واخلي الجمهور قاعد لحد الدقيقه 80 يا عيني بطنه مكركبه. ولكن الحمد لله الزمالك بيكسب بياخد 3 نقط. حاجات كتير قوي عايز اتكلم عليها، اهمهم هنكسب الدوري. لو فضلنا بالحماس ده وبالشغف ده هنكسب. انا مصدق وهقعد احلم ان احنا هناخد الدوري. ليكش دعوه سيبني يا عم، انا راجل موهوم. انا راجل موهوم وشايف ان انا هكسب الدوري. الروح والحماس والشغف وان الفرقه عايزه تكسب، ده النقطه الايجابيه الوحيده اللي كانت في مباراه النهارده. ان انا اوصل لحد الدقيقه حاجه و80 والفرقه بتحاول. الفرقه مش مستسلمه لسيناريو الماتش، على الرغم ان كل حاجه في المباراه النهارده كانت غلط في غلط، سواء من الجهاز الفني بقياده الكابتن معتمد جمال او من اللعيبه، وده اللي هقوله لك دلوقتي. بس قبل ما اقوله لك، اعمل لايك يا عم، اعمل لايك يا عم، اعمل لايك يا عم، انا مبسوط، ابسطنا اكتر. اعمل لايك وتاكد انك عامل سبسكرايب ومفعل زر الجرس عشان يوصل لك جديدنا اول باول. الواحد لما الزمالك بيكسب اقسم بالله هرمون السعاده الاول والاخير. سيبك من الاداء، زي ما انا كاتب لك في عنوان الفيديو، من اراد المتعه فليذهب للسيرك. هي دي الطريقه اللي هقدر اكسب بيها الدوري المصري، طريقه تجميع النقاط حتى لو انا وحش، حتى لو انا بادئ الماتش غلط، حتى لو عندي لعيبه كتير بره الجيم النهارده وبره الخدمه. انك تجمع ال3 نقاط بالطريقه دي وبالحماس ده وبالشغف ده، هو ده اللي هيخليك تاخد الدوري. النهارده على الناحيه الثانيه بيراميدز بيكسب سيراميكا فبيوصل برضه ل 34 نقطه وبيتعادل في عدد النقاط مع نادي الزمالك. الاهلي امبارح كسب الجونه ووصل لل 33 نقطه، ولكن الزمالك حاليا في المركز الثاني لان الزمالك متفوق على بيراميدز بفرق الاهداف وسيراميكا بيخسر 3 نقط. فالزمالك لو كسب الماتش الفرق اللي بينه وبين سيراميكا، الزمالك انت متخيل الزمالك هو اللي يبقى متصدر جدول الدوري. الزمالك لو كسب الماتش الفرق يعني وتعادل مع سيراميكا في عدد الماتشات، الزمالك يوصل ل 37 نقطه وسيراميكا يقف رصيده عند 35 نقطه، وتلاقي الزمالك هو اللي متصدر جدول الترتيب. وده اللي هيحصل امتى بقى؟ ده اللي هيحصل في ماتش بيراميدز. انت عندك ماتش زد، ماتش ب3 نقاط، ولكن على الناحيه الثانيه بيراميدز ايا كان هيلاعب مين هيكسب. بيراميدز شكله خلاص فعل وضع الفراري اللي هو مش هيقف، هيكسب وهيقعد يجمع في نقاط وهيقرفنا. ونفس الكلام الاهلي اللي هيقع، وقلت لك انه هيقع سيراميكا كليوباترا، مش هيقدر يستمر في الزحف وانه يفضل محافظ على الصداره لان في ماتشات كتيره صعبه جايه. وبعيدا عن كل ده، بعد ما تخلص الدور الاول هتخش على الدور الثاني، هو ده دور بقى حسم البطوله. 6 ماتشات ب 18 نقطه ببطوله الدوري. اللي هيوقع اقل عدد نقاط من ال4 فرق هو اللي هيكسب اللقب. نرجع بقى لماتش الزمالك وحرس الحدود، والحمد لله الزمالك بيكسب، ولكن علامات استفهام كتير على وسط ملعب نادي الزمالك. النهارده اداء سيء جدا 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 من محمد اسماعيل. محمد شحاته اللي برضه نفس اللي حصل في المباراه اللي فاتت، فاق في الشوط الثاني، فاق لما الدنيا خلاص قربت تبوظ.
وعبد الله السعيد. انا نفسي افهم اصلا ليه الكابتن معتمد جمال مخلي اللعيبه كلها تلعب على كوره معينه اللي هي كوره اللونج بول من ورا المدافعين، وكلها غلط. كلها غلط. عبد الله بيلعبها غلط، محمد اسماعيل بيلعبها غلط، محمد شحاته بيلعبها غلط، حسام عبد المجيد لما بيطلع من خط الدفاع بيلعبها غلط، محمود حمدي الونش برضه بيلعبها غلط. الونش، تحياتي لواحد من اعظم المدافعين اللي ارتدوا تيشيرت نادي الزمالك. اقسم بالله انت ما تعرف يا ونش انا بحبك قد ايه. النهارده الونش بيستعيد كامل بريقه. الونش النهارده عمل مباراه. ايه يا ابني ده يا ابني؟ ايه يا ابني الجمال ده يا ابني؟ ولا عوده احمد فتوح؟ عوده احمد فتوح دي هي الهايلايتس بتاعت المباراه. سيبك من اي حاجه، فكره ان فتوح بقاله كل ده مصاب وينزل انت اتفرجت على بنتايج، يعني اتفرجت على محمود بنتايج اللي بقاله فتره برضه مش بيشارك بشكل اساسي. النهارده كان متوتر، قرارات كتير بياخدها غلط، اتزحلق كتير، كان هيتصاب في الشوط الاول بسبب حاجه، قرار غلط خده في استلام الكوره، اتزحلق وكان هيتصاب. بس اتفرج على فتوح، اتفرج على احمد فتوح منين ما نزل، اتفرج على احمد فتوح لما لعب نص ملعب، لعيب رايق يا جماعه. وشيكابالا قالها، محمود عبد الرازق لما كان بيتكلم عن فتوح قالها، قال لك احمد فتوح ده لو فايق ينجح منظومه كامله. ودي حقيقه النهارده بيتلعب له اسيست من محمود بنتايج، دواء بيعمل عمليه الدخول لل 18 والزياده العدديه، وبيحط الكره في دماغه. ابلع بقى زنفولي بقى، ابلع بقى زنفولي. انت عامل لي فيها بوفون، انت عامل لي فيها ايكر كاسياس، انت عامل لي فيها ليفيا شين، يا اخي ارحمني يا اخي. ففتوح بيسجل الاول. سيبك من الاول، انا عايز ارجع برضو للماتش في الاول خالص. التشكيله، انا النهارده الكابتن معتمد جمال بدا بالتشكيله اللي انا قلتها لك، الاربعه 1-2-1-2. ما عنديش ادنى مشكله، مشكلتي كانت في اللعيبه وفي طريقتك الهجوميه. انت عايز تعمل ايه عشان تكسب الماتش؟ انت شايف فرقه مقفله وفرقه مش مقفله، فرقه رصه طوب، فرقه بتلعب بما لا يقل عن 7 لعيبه على حدود ال 18، وفي نفس الوقت لما بيهاجموا بيبقى عندهم خطوره كبيره جدا. وعندهم لاعب اللي هو اوكا ده، الواد ده انا ما اعرفش هو ناشئين مين، بس غالبا ناشئين اهلي لانه كان لابس رقم 74 النهارده. لعيب عالي قوي، ولعيب تحب انك تشوفه بيستلم كوره وتحب ان الكوره تروح له. فاوكا ده من نجوم الماتش، وكان عامل ماتش عالي قوي على محمد ابراهيم. والاثنين مع بعض بالنسبه لي هم اعلى اداء فردي وبدني في المباراه. محمد ابراهيم الباك اليمين بتاع الزمالك اللي خرج برضه بسبب الاجهاد وغالبا عنده شكوك في اصابه، واوكا الوينج الشمال بتاع حرس الحدود. فحرس الحدود مقفل دفاعاته وواقف صح ومتمركزين صح، وانت مصمم برضو على اللونج بول، مصمم على الكوره ببالونه، مصمم على الكوره اللي ناصر المنسي مش قادر يتعامل معاها. وعدي الدباغ النهارده بره الخدمه تماما، واحده من اسوأ الماتشات لعدي الدباغ مع نادي الزمالك، مفيش ولا واحده عايزه توصل. فخلاص بقى غير بقى، نوع بقى، اشتغل من العمق، اشتغل من على الاطراف، اعمل حاجه جديده. لكن فضلنا لحد الدقيقه 65 الكابتن معتمد جمال مدي اللعيبه كلها تعليمات. منين ما تلاقي فرقه حرس الحدود واقفه ورصه اللعيبه كده، المهاجمين الاثنين مهاجمين او حتى احمد شريف لما نزل يخطفوهم من ورا بان هو يجري من وراهم والكره تلعب لهم بالونه ولا ليها اي 30 لازمه. ودايما لاعيبتنا كانت بتقع في الاوفسايد، فكنت بتفسد هجمات كتير. وقعدت فتره طويله لحد اما بقى ايه، لحد اما خلاص نزل احمد فتوح ظبط لك بقى الريتم. احمد فتوح اللي بيستلم كوره وبيخش بوشه في عمق الملعب، بيخش بوشه بيقابل لعيبه حرس الحدود، بيعدي واحد وبيلعب بينيه، بيعدي واحد وبيلعب الكره على الطرف. هو ده اللي كان المفروض يحصل من بدايه الماتش. خلاص لقيتها مش جايبه معايا، الغيها واجرب حاجه تانية، ما افضلش متعنت في فكره معينه انا شايف فشلها واضح جدا في ارضيه الملعب. فالزمالك بيخلص الشوط الاول متعادل 0-0، وزي ما بقول لك شوط بشع من لعيبه نادي الزمالك، وخصوصا ثلاثي وسط الملعب. عبد الله السعيد المرهق جدا جدا جدا، وطبيعي جدا عبد الله السعيد بدنيا مش هيديك اي حاجه. ومحمد شحاته اللي علامات استفهام كبيره قوي على مستوى الفتره الاخيره، ومحمد اسماعيل المظلوم. وقلت لك امبارح في التشكيله ارجع العب بقى بمحمد اسماعيل في مركزه واتفرج على احمد ربيع، اتفرج يا عم على يوسف وائل فرنسي، اتفرج على لاعب مركزه وبروفايله بيقول ان هو 6. وجود محمد اسماعيل في مركز 6 بيخلي الزمالك عقيم في الطلوع بالكوره، في تحضير الهجمه، مش عارف تعمل حاجه. لعيب كورته كويسه، ولكن في نفس الوقت ده مش مركزه، هو مركزه مدافع، يبني الهجمه من عند الدفاع ده اخره. لكن يبني هجمه من وسط الملعب او يعمل زياده هجوميه ده مش محمد اسماعيل، ودي مش امكانيات محمد اسماعيل. فالمهم الشوط الاول بيخلص متعادلين 0-0، وكلها بطنها مكركبه، كلنا بطننا مكركبه، وحاسين ان في حاجه ريحتها وحشه. اكيد دي مش الكنافه اللي امك بتعملها كل سنه وانت طيب طبعا بمناسبه شهر رمضان، دي مش الكنافه، في حاجه وحشه في الماتش ده. يا حرس الحدود هيسجل فيك والدنيا هتبقى في الحزق، يا اما انت مش هتسجل لان انت مش عارف تعمل حاجه.
لحد ما بيحصل بعض التعديلات بينزل محمد السيد اللي كان لازم ينزل في الشوط الثاني، غير من شكل وسط الملعب، بقى عنده كوره، لعيب جامد قوي محمد السيد ده، وهيفرق معانا على المدى البعيد، ولازم هو اللي يلعب اساسي في الفتره الجايه. انا كنت غلطان لما قلت نبدا بعبد الله، محمد السيد هو اللي لازم يبدا في مركز صناعه الالعاب. ومحمود بنتايج بيبتدي يفوق بقى عامه لاحداث اللقاء. والناحيه الثانيه محمد ابراهيم بيحاول، راح في واحده حلوه قوي قوي قوي، لعبها بالعرض، هي دي الكره اللي لعبها حسام عبد المجيد بدماغه وشالها الزنفولي من قلب الجول. من قلب الجول رياكشن اسطوري من محمود الزنفولي او محمود الزنفلي. فانت بتحس خلاص انها متعقده ومش هتخش، لو عملنا ايه مش هتخش خلاص. برضو في واحده تانية اللي اتلعبت لعمر جابر. عمر جابر منين ما شفت عمر جابر نازل والله العظيم 3 جالي ضيق تنفس. بس هنعمل ايه طيب؟ انا بحبك يا عمر، والله العظيم 3 انا بحب عمر جابر، اقسم بالله بحب عمر جابر. بس مش ممكن يا جماعه، الكوره جايه له يا راجل، انت راجل خبرات وياما جبتها. المشكله ان الكوره اللي جت لعمر جابر دي ياما جابها، لقيته بيبصيها في الجول، مش بيلعبها بالعرض او بيشوطها، لا ده بيبصيها في الجول. جه المدافع شالها على طول. طبعا هجمه كانت خطيره لنادي الزمالك، لحد بقى ما الكوره بتتلعب وبتوصل عند محمود بنتايج، بيلمح التحرك بتاع احمد فتوح، بيلعب واحده دوا بيخش احمد فتوح على طريقه فان بيرسي، بينطحها بيقول لها خشي، خدي الزنفولي وخشي، عشان الزمالك يسجل الهدف الاول. والحمد لله يا رب بتبتدي تفوق بقى، تبتدي تفوق وتبقى عارف بقى ساعتها خلاص عندك قناعات. يا جماعه ما احنا مش هنقدم افضل كوره برضو. بطوله الدوري مش عايزه متعه في الاداء، هي عايزه تجميع نقاط. متعه الاداء دي بقى لما تلعب بقى ماتشات دور اقصائي يبقى متع نفسك، اما تلعب بطوله في بدايتها يبقى متع نفسك. لكن دلوقتي ده مش وقت متعه، ده مش وقت اداء، ده وقت تجميع نقاط. ماتش رخم النهارده قدام حرس الحدود، بتاخد 3 نقاط. على الناحيه الثانيه بيراميدز بيكسب سيراميكا. اللي حصل ده عطل سيراميكا، بس في نفس الوقت كانت اقل افاده لنادي الزمالك فوز بيراميدز. يعني انا بالنسبه لي التعادل او فوز سيراميكا كان هيفرق مع الزمالك اكتر، لكن فوز بيراميدز عطل سيراميكا، خلى الزمالك ليه الاولويه في انه لو لعب ماتش وتعادل مع حرس وتعادل مع سيراميكا في عدد المباريات، الزمالك هو اللي يتصدر جدول ترتيب الدوري، لحد ما نشوف بيراميدز هيعمل ايه ولحد ما نشوف الاهلي هيعمل ايه. خلاص فالدوري دلوقتي الاربعه اللي فوق دول بقت لعبه كراسي موسيقيه، هتلاقي واحد اول وواحد تاني وواحد تالت وواحد رابع. الجوله الجايه ممكن تلاقي التاني ده بقى اول والرابع بقى تاني والتالت بقى رابع، وممكن تلاقي الاول بقى رابع والتالت بقى اول والتاني بقى تالت. هتفضل الدنيا دي تفضل تتغير. والدوري السنه دي ممتع، الدوري السنه دي من احلى النسخ اللي اتفرجت عليها، منافسه عاليه قوي بين الاربع فرق. الاربع فرق عايزين ياخدوا البطوله، الاربع فرق عندهم امكانيات. وخلي بالك ان الثلاث فرق فارقين عنك بامكانيات كبيره. انت لو بتنافس عشان حاجه واحده بس، عشان خاطر جمهورك. انت بتنافس بجمهورك وبهويتك، انت لا عندك الامكانيات ولا عندك المعطيات ولا كان عندك ميركاتو ولا عندك قوه شرائيه ولا جبت لعيبه، انت مكمل الموسم بنفس الصفقات اللي انت بدات بيها الموسم، وبتلعب بمدير فني مؤقت، بتلعب بمدير فني مش اجنبي. فالحمد لله والله الحمد لله على نعمه نادي الزمالك، والحمد لله على اللي بيقدمه الزمالك، اللي بيكذب كل النظريات اللي كانت في بدايه الموسم، يقول لك اصل الزمالك مش هينافس، اصل الزمالك اخر رابع، الزمالك كده كده مش موجود في المنافسه بين الاهلي وبيراميدز، عشان نوصل للمرحله حاليا ان الزمالك لا منافس ومنافس مباشر على البطوله. وجماهير نادي الزمالك مصدقه ان الزمالك قادر على تحقيق بطوله الدوري باذن الله تعالى. لو جينا نتكلم عن الكابتن معتمد جمال، زي ما قلت الراجل مشكور، الراجل اخر 5 ماتشات في الدوري احنا كسبانين ال5 ماتشات. اخر 5 ماتشات في الدوري الزمالك عامل سلسله فوز في بطوله الدوري، اخر 5 ماتشات احنا كسبانين ال5 ماتشات. اول ماتش كان قدام الجيش، بس كان اللي بيدرب الكابتن احمد عبد الرؤوف، كسبنا طلائع الجيش. بعد كده ماتش كهرباء اسماعيليه، وبعد كده ماتش سموحه، وبعد كده في ماتش تاني ناقص كده مني. هم 5 ماتشات. بماتش حرس الحدود النهارده الزمالك كسبان 5 ماتشات في بطوله الدوري، 5 ماتشات ب15 بونت، 4 منهم من الكابتن معتمد جمال، فمشكورا 4 ماتشات ب12 بونت. فاضل له ماتش زد وماتش بيراميدز وماتش انبي. ال3 ماتشات دول لو قدر الكابتن معتمد جمال ياخد ال9 نقاط، هو حط نفسه كمتصدر لجدول الترتيب. انا قلت لك لو الزمالك كسب ماتشاته اللي فاضله في الدور الاول، الزمالك هيخلص الدور الاول متصدر لجدول الترتيب، ويبقى ليه بوتنشال وافضليه قبل بدايه مجموعه التتويج. فده شيء عظيم جدا. فما اقدرش الوم الراجل بقى على افكار فنيه، دي حاجات هو يتعلمها مع الوقت. الراجل اكيد ادرى مني، يعني الراجل اكيد ادرى مني بمين مرهق، مين مصاب، مين قادر ان هو يعمل له حاجه معينه في الملعب، مين مش قادر.
لان النهارده كلنا طالبنا انه يلعب بعدي الدباغ. اديك اتفرجت على عدي الدباغ النهارده متقل في الفطار تقريبا، فطران عجل مشوي لوحده عدي الدباغ مش قادر يجري. نفس الكلام ينطبق على عبد الله السعيد اللي كلنا طالبنا انه يلعب مباراه حرس الحدود وانه يبدا اللقاء عشان يديك افضليه. محمود بنتايج نفس الكلام. محمود بنتايج النهارده كان متوتر جدا في بدايه الماتش، فالراجل هو اللي داري بظروف الفرقه، ولكن انا ما دام هو بيكسب ما اقدرش افتح بقي، لان لو فتحت بقي ابقى راجل بجح، ابقى راجل ما عنديش ريحه الدم. وقلتها لك، اي نجاح هيحصل مع الفرقه دي كله هيتحسب للكابتن معتمد جمال وللعيبه، واي اخفاق مش عليهم هما الاثنين، اي اخفاق هيروح لمجلس الاداره، مجلس الاداره اللي مش موفر للناس دي. تخيل الزمالك بيعمل كل ده يا اسطى. والله مش فكره برضو ان انا بدور لمبررات على الزمالك، عشان الاهلاويه في الفتره الاخيره يقول لك اصل لو الزمالك كسب يبقى الزمالك كسب برغم الظروف، ولو الزمالك خسر يبقى خسر بسبب الظروف. طب ما ده طبيعي يا ابني. الزمالك بيعمل في الدوري السنه دي حاجه استثنائيه. نادي الدنيا خربانه، مفيش حاجه صح بتحصل من مجلس الاداره، ولكن بهويته وبتاريخه وبجمهوره وبحماس اللعيبه، وان اللعيبه دي عايز تعمل حاجه للجمهور، هو ده اللي مخلي الزمالك موجود في بطوله الدوري، موجود في بطوله الكونفدراليه، وكان نفسي نكون موجودين في بطوله الكاس، لان الزمالك كان قادر على تحقيق بطوله الكاس السنه دي، ولكن قدر الله ما شاء فعل. خش لي بقى على، لو هنتكلم ممكن نقول ايه، انت عملت لايك صح؟ كل سنه وانت طيب يا عم، رمضان كريم يا عم، رمضان كريم يا عم. سيب لنا كومنت محترم يا عم من كومنتاتك اللي بتفرحني في الكومنتات، ولو ما عملتش سبسكرايب استاذنك انك تعمل سبسكرايب. تقييم اللعيبه، المهدي سليمان في حراسه المرمى، ممكن اقول ان الكابتن مهدي سليمان النهارده ياخد مثلا 6 من 10 او 7 من 10. شال واحده حلوه قوي النهارده. من مين؟ في واحد شاط واحده من بعيد شالها المهدي سليمان النهارده، فياخد 6 من 10 او 7 من 10 المهدي سليمان، لان الراجل طالع بالكلين شيت. خط الدفاع بتاعك محمد ابراهيم 9 من 10، ومحمد ابراهيم ده هو باك نادي الزمالك، الباك اليمين الاساسي لنادي الزمالك. ما اعتقدش ان عمر جابر يعرف يعمل نص اللي بيعمله الكابتن محمد ابراهيم. محمد ابراهيم بالنسبه لي وصل لمرحله نضج عاليه قوي قوي قوي، محتاج بس ان حد يقعد يتكلم معاه. فكره الحماس الزياده، يعني انت ممكن تتصاب، فكره لما توصل عند منطقه معينه قرارات معينه تاخدها، لان في واحده النهارده محمد ابراهيم وصل بيها جوه ال 18 بتاع حرس الحدود وعدى ولقى نفسه بيرجع تاني وبيقابل لعيب حرس الحدود، فدي قله خبره. شويه تطويرات لمحمد ابراهيم وهيكون واحد من اهم اللعيبه في نادي الزمالك، وهيكون احسن باك يمين في مصر ان شاء الله. على الناحيه الثانيه محمود بنتايج، انا مش عارف والله، يعني محمود بنتايج بعد قبل الاسيست بتاع فتوح اقول لك ياخد 2 من 10، بعد الاسيست محمود بنتايج ياخد 9 من 10، لان محمود بنتايج سبب رئيسي في فوز نادي الزمالك النهارده على الرغم من الاداء السيء على مدار ال 90 دقيقه. فمحمود بنتايج لو عايز تقيمه كتوتال مباراه، لا هو كان سيء النهارده، ده مش محمود بنتايج اللي احنا مستنيينه. لكن لو عايز تقيمه بناء على نتيجه اللقاء، هو ده كواليتي محمود بنتايج اللي يفرق مع نادي الزمالك، فقيمه زي ما تقيمه انت. انا بالنسبه لي تقييم محمود بنتايج 6 من 10. حسام عبد المجيد عنده مشكله كبيره قوي في الطلوع بالكوره. حسام عبد المجيد هيودينا في داهيه في مره. حسام عبد المجيد بيلعب باصات ريسك كتير لنص الملعب وهو مش متميز فيها، الباص اللي حسام بيحب يلعبه بين الخطوط. فحسام عبد المجيد تقييمه النهارده بالنسبه لي 5 من 10. محمود حمدي الونش 9 من 10، 15 من 10، 20 من 10، 20 من 10 لواحد من اعظم المدافعين في تاريخ مصر محمود حمدي الونش. نص ملعبك محمد اسماعيل 3 من 10، ومحمد اسماعيل لازم يرجع يلعب في مركزه الاساسي، لان انا كده بخسر جوده لاعب ظهر بشكل كويس مع الزمالك وبظلمه باني بلعبه في نص الملعب. 3 من 10 محمد اسماعيل النهارده. محمد شحاته 4 من 10، والاربعه دول بس عشان شويه الحماس اللي عملهم محمد شحاته في نهايه المباراه، لكن غير كده محمد شحاته لازم يراجع نفسه، لان انا شايف لعيب يشيل نص ملعب الزمالك الخمس سنين الجايين، فلازم يراجع نفسه محمد شحاته. بالنسبه لي محمد شحاته النهارده 4 من 10. عبد الله السعيد 1 من 10. وحش قوي يا عبد الله، انا اسف ان انا بقول حاجه زي دي، والله العظيم 3 مقصود، اقسم بالله انت جزمتك فوق دماغي يا عبد الله، والله العظيم 3 مقصود. انت المفروض لعيب انا ما اقدرش انتقدك، لكن على مستوى مباراه يا عبد الله لا، انت قرارات ما تطلعش من لاعب بخبره وامكانيات عبد الله السعيد. فعبد الله السعيد من اسوأ اللعيبه النهارده 1 من 10. قدام خوان بيزيرا كان تايه النهارده. خوان بيزيرا ممكن تقول 2 3 من 10.
صنع اكتر من واحده خطيره، ولكن انا ما شفتوش على مدار ال 90 دقيقه انه لعيب مؤثر بشكل كبير جدا في المباراه. عدي الدباغ صفر. ناصر منسي ده انا ما اقدرش اقيمه. ليه؟ لان الراجل مضايقني، انا مديون للراجل ده. ناصر منسي ده انا ما اقدرش اقيمه. ابقى راجل بجح، ابقى راجل عايز ضرب الجزمه على بقي لو قيمت ناصر منسي. لا تقييم لناصر منسي، لان ناصر منسي ده فوق التقييم. نزل من على الدكه احمد فتوح 9/10. عوده واحد من اهم اللعيبه الكواليتي في سكواد نادي الزمالك، وهيفرق معايا جدا على المدى البعيد. نزل من على الدكه احمد شريف 1/10. احمد شريف، ويا ريت لما تجيلك فرصه زي دي احمد يا شريف تشوط على الجون. شوط على الجون. العرضيه اللي انت لعبتها دي كفيله انها تشيل 25% من جمهور نادي الزمالك. عدهم وشوف ال 25% دول قد ايه، ومع نفسك بقى انت وذوقك يعني يا احمد يا شريف. نزل من على الدكه مين تاني؟ نزل عمر جابر، لا تعليق من 10. نزل من على الدكه مين تاني؟ نزل احمد ربيع. احمد ربيع نزل برضو نو ريت، لانه لاعب مش جاهز فنيا مع نادي الزمالك. وتقييمي للكابتن معتمد جمال شوط اول 2/10 او 3/10، شوط تاني وتغييرات وقرايه الجيم ومحاوله تصليح الاخطاء 8/10 كابتن معتمد جمال. وزي ما قلت الكابتن معتمد جمال مشكورا على ما يقدمه مع نادي الزمالك في الفتره الاخيره، على الرغم من الظروف الصعبه اللي بيعيشها الفرقه، وعلى الرغم ان انا ما عنديش مقومات ومعطيات كبيره تخليني اتحط في المكان اللي الراجل ده حاططني فيه في الفتره الحاليه، وخصوصا في بطوله الدوري. مبروك لكل جمهور نادي الزمالك. 3 نقط مهمين جدا 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 هيفرقوا معانا، ولازم بقى نشتغل عليهم. ان ماتش زد الجاي ده برضو لا بديل عن الفوز. انا ما اقدرش اوقع نقطه في بطوله الدوري. النقطه هتكر بلوفر زي اللي انا لابسه ده. النقطه اللي هتقع هتكر لحد ما تلاقي نفسك بقيت مركز خامس. هتكر. فماتش زد ما يقلش اهميه عن ماتش حرس الحدود. نقفل بقى صفحه حرس الحدود، ونقفل بقى عامه فكره ان الزمالك حاليا في المركز الثاني. نركز في مباراه زد، نستعد لمباراه بيراميدز، المباراه اللي هتحدد بشكل كبير جدا انت ايه شكلك في الدوري، انت هتعمل ايه في الدوري، هل هتنافس على البطوله، هل انت فعلا ممكن تحقق المركز الثاني على الاقل وترجع بطوله دوري الابطال، ولا بيراميدز هيتفوق عليك فنيا وتلاقي نفسك مركز ثالث او مركز رابع. ولو وصلت المركز رابع انت مش هيبقى ليك اصلا فرصه في اللعب في بطوله قاريه غير انك تفوز ببطوله الكونفدراليه عشان تلعب في الكونفدراليه الموسم الجاي. هنشوف الموسم هينتهي على ايه. زي ما بقول لك مبروك لكل جمهور نادي الزمالك. افرحوا بفريقكم، افرح بفريقك ومالكش دعوه بحد. افرح بفريقك وسيبك من اللي عمال يقلل من فكره هو انتوا كسبتوا مين، هو انتوا كسبتوا باريس سان جيرمان. اتفرج على احتفالاته بهدف امام عاشور في الجونه. هو يا اسطى هو عايش على الحته دي، عايش على انه يقلل من احتفالاتك ومش عايزك تفرح. فرحتك بتضايقه، افرح بفريقك، ولكن خلي فرحتك محدوده لحد مباراه زد القادمه في بطوله الدوري. المباراه برضو اللي ما تقلش اهميه عن مباراه حرس الحدود، وباذن الله الزمالك يفوز بيها، وباذن الله يكمل الزمالك سلسله انتصاراته في بطوله الدوري. وده اللي هيخلي الزمالك ان شاء الله مفيش حاجه بعيده عن ربنا. والزمالك مفيش حاجه بعيد عليه في الكوره، لان الزمالك ده تاريخ، الزمالك ده هويه. الزمالك قادر السنه دي على الفوز ببطوله الدوري وتحقيق دوري استثنائي هيكون اغلى دوري في تاريخ نادي الزمالك. ولو وصلت للنقطه دي انا بحبك جدا انك كملت الفيديو للاخر. اسف لو طولت عليك، اسف لو صدعتك، اسف لو انا عرقان ومجهد وطريقتي مش احسن حاجه، بس بحاول زي ما قلت لك في الفيديوهات اللي فاتت بحاول اطور على قد ما اقدر. فدعمك هو اللي هيخليني اكمل على المنصه هنا. انا مبسوط برد فعل الناس عامه اللي بتتابعني في الفتره الاخيره، وان شاء الله من نجاح لنجاح، وان شاء الله نوصل لمرحله محترمه من خلال البرنامج هنا على اليوتيوب. فتاكد انك عامل لايك للفيديو لو عجبك، وسيب لي اي كومنت انت عايزه سواء ايجابي او سلبي، بقرا كل الكومنتات. وتاكد انك عامل سبسكرايب ومفعل زر الجرس عشان يوصلك جديدنا اول باول. ونلتقي على خيرة الله باذن الله في فيديوهات قادمه. السلام عليكم.